عيني على أهل كايرو نبط ابنها من يسايرو الكل عادل مثالي ونسلم في بعض عايرو. عيني على أهل كايرو نبط ابنها من يسايرو الكل عامل ما زلنا بنكمل برنامجنا والمشاكل اللي بتقابلنا وبنحاول نعالجها، نحاول نجيب المسؤولين لحل المشاكل. ومن ضمن المشاكل حلقة اليوم وهي المكاتب الوهمية للسفريات. المكاتب اللي بتعرض شباب كتير من بلدنا لعمليات نصب واحتيال وتحت اسم مكتب وهمي او مكتب سفريات. وفي حلقة النهارده هنشوف مشكلة تعرض لها شاب مع والده ووالدته من أسرة فقيرة جدا، باعوا كل ما يملكوا علشان يسفروا ابنهم ووقعوا تحت ايد نصاب نصب عليهم وعلى فلوسهم. واخيرا الولد دخل مستشفى امراض العقلية والاب مريض والام مريضة، يعني الاسرة اتحطمت بسبب عمليات النصب والاحتيال. رحنا لبيت الحاج مسرور علشان يعرض علينا المشكلة ايه. اهلا بيك حاج مسرور. اهلا بيك يا بيه. ايه المشكلة اللي انت تعرضت لها؟ مشكلة مش عارف اقول لك ايه او ابتدي لك منين. انت ناس، احنا كده ناس يا بيه زي ما انت شايف على قد حالنا. معايا ابن واحد وانا وامه الست المريضة وربنا يعلم بحالنا. الواد خد الشهادة الكبيرة بكالوريوس، قلنا نشوفوا له شركة يتعين ولا أي مصلحة، مفيش تعيين. ربنا كرمنا وزادنا على ناس ولاد حلال، قالوا لنا على مكتب بتاع السفر يا بيه. رحنا مكتب السفر دوت والناس استقبلونا حلو قوي. مكتب يا بيه شرفتونا يا عم الحاج الله يخليك يا رب. يا عم الحاج على دماغنا. الله يخليك يا عم. الله يخليك. الله يخليك. انت طيب على الحاج. الله يخليك يا بالعافيه يا وحيد. يا حبيبي وحيد ابنك يا حبيبي معاه شهاده كبيره فعلا. لا ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفضل. اتفضل يا عم الحاج. ده انت نورتنا يا عم الحاج. ما شاء الله. فكرنوش يا عم الحاج. ما شاء الله. مش عارفين ولا ايه. الله يخليك يا ابن الله يعزك. هو الموضوع فيه احنا جينا عندنا بقى ايه، ارجعوا حضرتكم علينا كده وسمعنا عنكم سمع خير ان شاء الله. معنا الواد ابننا يعني متعشمين ان يطلع يسافر بره كده يجيبوا حسنة لهم تعيش بره، ودي تعرف ظروف البلد وظروف الحالة. طب كده اللي حضرتك عايز تعمل الحل سعيد؟ يحصل لنا زرعك يا ابني نقابل الشيخ سيد. يعني زرعك حضرتك بره كده تزق معانا زرعة اهو، والواد ابننا اخوك وتخير البركة واحنا عندنا عشانك بردك. احنا اهم حاجة عندنا هنا عم الحاج الصدق. الصدق الحاج تاني كل ما يشوفه يقول الصدق صادق، تبقى صادق عن الناس. كله خالص ربنا فيهم النعيم. انا اللي اقدر اقوله لك عم الحاج والله ادي الاوراق قدام عينك وحضرتك داخل على فكرة مش ملاحقين الشغل. بص يا خالد احنا عشان ربنا فيك كبير قوي قوي قوي، وانا جاي من الحاج النهارده عشان حضرتك اللي يعني اللي بيدك الحل كله وان شاء الله يعني نوير خير وانت نيتك في الكلام ده خير باذن الله. فانا عارف ان حضرتك كبير فاتمنى انك تزق معايا دقه بس يعني عشان تعرف البلد وحالها ومفيش شغل زي الحاج قال لك دلوقتي. فربنا يعني يساعد كده وحضرتك بس ايه عند الحاج سيد بقى معانا وهنعمل الاثنين من الحاج عشانك يعني ما تقلقش من اي حاجه. انا حبيتك عشان خاطر دي وابوك انا اول ما شفته حسيت قد ايه هو شقى عشان يسافر. فانا ان شاء الله باذن الله هحاول على قد ما اقدر
اللي انا اخليه في الصفوف الاولى ويبقى اول طلب للحاج هيخش لي، وانا ان شاء الله هخش الحاج الثاني، وان شاء الله هحاول اقنعه ان محمد سافر ان شاء الله. بس ان شاء الله ناس كتير قالت يا محمد واشتغل وربنا كرمه وعملوا فلوس، ودي الفلوس دي مش بتاعتنا، لا دي بتاعتكم. بس انا في حاجه عن الحاج ان شاء الله برضه ما تنساش دخلتك عليا معروفة حاجة، دخلتك عليا معروفة يا لا والله دخلتك عليا بسم الله ما شاء الله. ربنا ان شاء الله انا هخش الحديث تاني وان شاء الله هطلع بالله. تقول منك كده عشان كنت سريعة طبعا. محمد خليك شايف يعني ربنا مسافرها معانا والناس هي هتعمل واجب معانا ان شاء الله كده. هو سيادنا ليك عارف الظروف وعارف الوقت يعني الوش اللي كنا شايلينها بكفن انا وامك ادينا اتصرفنا فيها. برضك ربنا كرم كده هو ومن عمك سعيد اتصرفنا في قرشين والارض بتاع الارض كمان معلش يا ابوك تعوضنا يا ابني كل خير. تكتب لنفسك يا ابني كده هو وتعمل حسابنا يا ابني. خليك شايف الظروف والعيشه واخواتك. ما تقلقش يا حاج انا عارف كل الكلام اللي انت بتقوله ده وعارف انت بتجيب لي الفلوس عنين وتعملين. ألف مبروك يا عم الحاج، ألف مبروك يا عم الحاج. أنت وش السحب على ابنك. أقول أنا الحاج ولدي يقابلك. أنا دي 40 يا حاج وهو بيقول لي خلي الحاج يدعي. هذا يا عم الحاج إرادة السيد السوري الحاج هو يا عم الحاج. وانا الخبر يا مرحبا اهلا يا حاج بتهيئ لأمير ازيك يا استاذ يا وسهلا يا حاج يا وسهلا مرحبا. الله يا وسهلا مرحبا. اتفضلوا اتفضل يا حاج. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل يا الله يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج يا ولد يا غير. اتفضل يا حاج اهو اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بالله يا منور الجمهور. اهلا وسهلا الله يجعلك يا حاج. هو ده الحاج الله يبارك يا رب. تقول لي اي حاجه متشكرين يا استاذ خالد. تقول لي ربنا يخليك للناس الغلابه. الله يبارك فيك يا سيدي. انا عملت لي ما يا عم الحاج. ربنا يبارك لك يا عم الحاج. شكرا يا استاذ خالد. منور يا حاج والله المكتب منور. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك يا الله يكرمك. اتفضل تشرب ايه الاول؟ الله يعزك. لا لا مش تشرب حاجه. الله يخليك بجد والله. الله يخليك مره ثانيه ان شاء الله. ربنا يخليك بجد والله. شكرا فاي حاجه. شكرا في الخير. الله يخليك. امور يا حاج تحت امرك. محمد ابني مرحبا. مرحبا يا حبيبي. امور يا حاج تحت امرك. الله يخليك يا سيدنا. الله يخليك يا عم الشيخ. والله يا ابني بنتخرج بقاله سنه مع الشهاده الكبيره وربطش في البلد كده هو انا مرة شغال وشهرين قاعد اسبوع كده واسبوع كده وانت عارف الظروف الورق اللي احنا فيه. فان شاء الله عايزين خير كده هو مش وسط سفريه كده هو يعمل من وراه قرش او يراعينا ويراعي نفسه كده ويشق طريقه. تحت امرك يا حاج تأمرني. الله يخليك. انت يا حاج عارف المشوار ده هيكلف كام؟ يتكلف كام يا ابني؟ ان شاء الله عشان خاطر ظروفكم كده قدامي 7000 جنيه. هياخد 3 دلوقتي ان شاء الله وعند السفر هاخد بيت المبلغ. ها؟ مش كتير يا حاج. ده ربنا يعرف لها بظروف والله يا حاج. يعني ربنا يعرف ان يجمع القرشين دول ازاي. والله بعت حاجات واسترفت حاجات واسترفت لغايه ما كونت المبلغ دوت. والله يا حاج انا واخد بالي ب7000 دول مصاريف مش واخد حاجه. والله انا بحب اساعد الشباب وحاسس بالظروف اللي انت فيها عشان كده قلت لك 7000 جنيه. على اي حد تاني برضه اكتر من كده. انا بحب اساعد الشباب والله يا ابني. بحب اساعد الشباب. عارف بالله يا حاج توكلنا على الله. الله يا حاج. الله يخليك. واد يا سيدي ان شاء الله كده هو العيد دول كده اهو دي لسه كده 3000 جنيه. 3000 جنيه انت عطيهم يا حاج. لا لا كله ده عدى يا حاج. لا لا انا مش هقدر اقول له وانا هديك وصف برضه بالمبلغ. يا عم البيت يعني. لا يا حاج الحق يا حاج. دي الحكايه بيتك وده ابنك. والله الله يسترك. تأمر يا حاج. ربنا يخليك يا حاج. ربنا يخليك على تعبك ووقفك جنبينا. انا عندي سنه واحده عليك. يعني دي مؤمن بالله.
احنا كده خلاص دفعنا الفلوس وان شاء الله يعني باذن الله هتستلم. ما شاء الله ان شاء الله. انا استاذ خالد خلي بالك يعني من وراك قبل يعني عشان كده معلش انا متوتر شويه بس عشان السؤال ده بس معلش. اتفضل. هل انا بعد ما اسافر يعني اول ما اسافر اول ما احط رجلي هناك ان شاء الله وهعمل معاك احلى وضع عشان خاطر وابدا كمان الطريق نجحت وهترجع معاك فلوس مالهاش عدد ربنا يخليك عشان خاطر وابدا كمان الطريق. لا عملنا برضه فيك حاجه هو ده هذه امور مجموعه حبيبي ربنا يبارك لك ويعلم رزقك يا رب. اللهم امين. جزاك الله كل خير. انا اهم حاجه يا حاج انك تدعي لي ان ربنا يسترها معايا. اهم حاجه دعوتك الحلوه دي. والله يا ابني بدعي لك من قلبي والله العظيم. كل اللي بتعمله مع اولاد الناس كده هو في اكتر في سكتك وفي طريقك يا ابني يا رب. والله يا عم الحاج انا بدعي لك من كل قلبي. والله يا بركه يا ابوسك. الله ياخد السنه كتير. الله يخليك يا حاج. يا سلام وانا اديك الساعه. الله يخليك الله يخليك. الله يسترك. إلهي وقفتك الطيب اللي انت بتعمله فلان الناس دوت يوقف في سكتك يا ابني انا اعمل معاك احلى واجب عشان خاطر ابن الطيب ده هو. الله يخليك. بس اهم حاجه يا حاج انك تدعي لي ان ربنا يسترها معايا. ان شاء الله بامر الله بدعي لك من قلبي والله. بارك الله فيك. كل اللي بتعمله مع اولاد الناس دوت يوقف في سكتك وفي طريقك يا رب. يا رب يا رب ربنا يبارك لك يا حاج. جزاك الله كل خير. الله يخليك الله يخليك. يا خالد يا استاذ خالد الله يخليك ليه ومرة عاد الله يبارك لنا عليك. الله يبارك لنا على الحاج وكل اخوك محمد. خد منه ورق وان شاء الله نفضل الجمعه الجايه. خلاص نفضل الجمعه الجايه الساعه 9 صباحا ان شاء الله. انت كده تدرس يوم الجمعه محمد. خلاص محمد جاتني شوف المركب اللي هناك ديت تيجي منها مركب صغير تيجي هنا واحد معاه كشف هيدي على الاسامي خليك بصحتك وفتح ودانك هيدي عليك يا ابني تاخد منه ماخده الكشف هنا اركب البيت التسعه وتروحوا ربنا يوفقك لك الحال يا ابني. هناك دي ايوه في مركب صغير هتيجي دلوقتي هينزل واحد معاه كشف هيدي على الاسامي يعني هو عارف هيوديه فين. عارف يا ابني هو عارف. خلاص يا ابني خلاص وربنا يوفقك لك الحال يا رب. ما استنى انت طيب روح بس يجيب لي لقمه جاي. فين يا ابني بيت المبلغ؟ نعم بيت المبلغ فين؟ المبلغ يعني هي دي المركب. هي دي المركب اللي هناك ديت هيجي مركب صغيره من هناك لحد هنا واحد معاه كشف هينزل عليك اكتب واتكل على الله. هي دي بقيت المبلغ. شكرا يا جمال والتمام ماشي وربنا يوفقك. الحق بقى صلاه الجمعه عشان برضه انا كمان مسافر وادعي لي يا ابني. ربنا يخليك جعلنا حاجه ربنا يجعلنا نوصل بالسلام. رحمنا عليك يا ابو السلام يرزقنا ربنا. والله ما عايز حاجه يا ابني ربنا يخليك على وجهك. السلام عليكم يا حبيبي. السلام عليكم. يا محمد ايه يا حاج تفضل يا حاج. والله يا ابني بختي كنت هسوق عبال ما عرفت السكه وارجع تاني. ده الحاج جه دلوقتي وكان بيسال عليكم وخد منه الفلوس كمان. خد مين يا ابني؟ الحاج السيد بتاع الصف. خد ايه؟ ايوه خد الفلوس اللي كان سال عليكم قلت له بيجيب طب يا ابني هقول لك هصبر ازاي بقى؟ اهو من ساعتها بقى بيستني المركب اللي هو قال لي عليها دي ما هو وفرقني مركب فيهم يا ابني. مش عارف والله. يلا المهم المهم تعالى كل لك يوم الاول بسم الله قول واقف حدثت معاه وان شاء الله المركب بص هي المركب اهي تكونش هي دي يا ابني.
ايه ده المركب؟ المركب يا ولد مش حاجة جات. وبعدين يا ابني احنا قاعدين هنا من الصبح. وبعدين يا ابني يعني ايه؟ احنا ران علينا الضحك علينا يا ولد. ضحك علينا؟ يا نهار اسود. وبعدين ايه العمل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ فلوسي تعبي حتة الارض اللي انت بعتها سجاير والفلوس الغش بتاعت امك. يا نهار ايه ده هي سودة يا ولاد. لا تعالى معايا انا وانا بجيب لك في الاكل. شفت هناك كده عند الحته اللي هناك دي في مركز بتاع شرطه. يلا بينا. فين يا اخي؟ هناك كده اهو كده اهو مركز بتاع شرطه. يلا بينا يا يلا بينا. يلا بينا هات الحاجه يا ولد. هات الحاجه يا ولد. احنا رايح نسبح يا ولد. يلا بينا. يلا يبقى عايز حاجة؟ أنا المادة فاصل خلاص. يلا حامس أنا بقى أهو. لا هبعت لك كل شهر الفلوس. كلمني على أمي أوي. إيه يا ولد؟ والله هتوحشيني والله هتوحشيني. كلمني على أمي أوي يا ولد. ها خلاص؟ يلا ما خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. يلا خلي بالك من نفسك. محمد ولد ولد محمد ولد. ضاع مني الواد يا رب. حتى عقله شت وراح يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب وابنك فين دلوقتي يا حاج مسلم؟ ابني علي العوض ومنه العوض يا بيه. علي العوض ومنه العوض. ابني في المصحة النفسية من ساعة ما خد الصدمة وراحت كل حاجة وراح ابني معاه. يروح عمري يروح نظري وما يروحش ابني. راح ابني يا بيه. اسمي يا ابني يا ابنك. اسمي يا ابني يا ابنك. بصراحة الواحد مش قادر يتحمل الموقف دوت. هقول حاجة تقولي ايه او تحب توجهي رسالة للمسؤولين تقولي لهم ايه؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل وكل ظالم. وربنا موجود واللي راح مننا ربنا يعوضنا عنه ان شاء الله. احنا بنشكركم في نهاية اللقاء وبنقول للمسؤولين أرجوكم مراقبة على مكاتب السفريات الوهمية. وإلى لقاء في حلقة قادمة مع مذيع على الهواء. عيني على أهل كايرو نبط ابنها من يسايرو. الكل عامل مثالي ونسلم في بعض يعايرو. عيني على أهل كايرو نبط ابنها من